السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم ان شاء الله احلى طريقه قرنبيط. هنحمره وهنخليه زي الفراخ الكريسبي بالظبط. هيبقى طريقه حلوه وان شاء الله هتعجبكم. احنا هنقطعها دلوقتي تقطيعه كده حلوه. في بقى اللي بيحبها تكون صغيره، وفي اللي بيحب القرنبيط يكون كبير. بس انا ان شاء الله هوريكم احلى طريقه هتعجبكم ان شاء الله. اهم حاجه تجيب القرنبيطه الحلوه كده اللي تلتقيها ايه، مفيش فيها اي حاجه، يعني فيه بيبقى بقع سمره كده في قلب القرنبيط. دي ما تشتريهاش خالص، لان بصراحه بتبوظ بسرعه وما بتنفعش. بس ان شاء الله لما تجربي الطريقه بتاعتنا هتعجبكم باذن الله. شوفوا انا هقطعها نفس التقطيعه ديت، وهحطها ميه سخنه بتغلي، وان شاء الله يعني بتغلي، وحاطه فيها كمون، وهحط فيها كمون وملح، وان شاء الله هتتسلق بس مش كتير، هتتسلق حاجه بسيطه. ليه؟ عشان ما تخليهاش تستوي زياده عن اللزوم. هنقطع الوردات كلها بتاع القرنبيط زي ما انتم شايفين كده، تقطيعه سهله اهيت. بس اهم حاجه العنق بتاعته الفوقانيه ديت شيليها خالص، لان ما بيبقاش لها اي لازمه. في ناس بتسيبها وبتحمرها بتحبها، بس بصراحه ما بقاش لها لازمه. زي ما بقطع الوردات بنفس الطريقه شيلوا كله زي ما انت شايفه بقطعها اهوت. طريقته حلوه قوي قوي وان شاء الله هيعجبكم. انا دلوقتي زي ما قلت لكم كنت حاطه الميه بتغلي، حطيت معلقه ملح، معلقه يعني مش كبيره قوي، ومعانا شويه كمون اهيت معلقه صغيره برضه لغايه ما الميه بتغلي. وهتحط الوردات بتاع القرنبيط، بس اهم حاجه حطيها على العنق بتاعته، ما تحطوش من فوق. شوفوا عشان يستوى بسرعه، لان بتاخد سوا شويه اهوت. لازم تحط كمون عشان الغازات، عشان بصراحه ما في ناس بتبقى تتعب منه لما بتاكله، لكن لما تحط معلقه الكمون بيبقى حلو بسم الله ما شاء الله. هنسيبه زي ما انتم شايفين كده، هنسيبه يغلي غلوه حلوه، وبعد كده انا ببقى اختبر لما يكون اشوفه استوى ولا ما استواش. حطيت الكميه كلها وارجع لكم تاني ان شاء الله. بعد كده هحطه لغايه ما يغلي اهو زي ما انتم شايفين. هحط كميه كلها اهو الوقت اهوت غلى قدامكم زي ما انتم شايفين. هو الوقت استوى. انا ببقى اخد حته منه صغيره اشوف ان كان استوى ولا لا. دلوقتي انا هجيب الكفر الخارجي، هوريكم الطريقه بتاعته بتبقى حلوه قوي قوي. مش هنستهلك الا بيضه واحده بس، بصراحه بتبقى حلوه قوي قوي، والطريقه سهله ان شاء الله. معايا كوبايتين دقيق، معايا كوبايتين دقيق بتنخلوهم نخله حلوه. وبعد كده معانا البهارات، معايا بهار 9 بهارات بحط شويه برضو، ومعايا كاري برضو بحط نص معلقه صغيره، وبحط كمون بتاع كمون برضو عشان بيبقى بخلي طعم حلو، ومعايا شويه شطه. وهنحط معلقه يعني في حدود معلقه صغيره زي ما انتم شايفين، معلقه صغيره ملح، ما تكتريش عشان برضو وبيشوفي ان كان مملح ولا لا. ومعانا البيضه الحلوه ديت بس مش هحطها دلوقتي. ومع كوبايتين دقيق معايا كوبايه ميه، هتفضلي بالمضرب كده تقلبيها او باي معلقه عندك، تفضلي تقلبيها لغايه عشان ما تكتلش معاكي. قلبي براحتك خالص، واهم حاجه تخلي لا ميه قوي ولا تقيل قوي. ليه؟ عشان يديك الطعم اللي انت عاوزاه. كوبايتين الدقيق بيعملوا احلى يعني كميه كبيره في القرنبيط. واهم حاجه على فكره انا ما بكترش بتاع بيض فيه. ليه؟ بحط بيضه واحده بكفايه هي زي ما انتم شايفين، وبتكفي وبفضل منها كمان. هتقلبي البيضه، اهم حاجه تقلبيها تقليبه حلوه زي ما انتم شايفين، تقليبه حلوه كده. اهم حاجه ما تسيبيش اثار للبيض خالص زي ما انتم شايفين. بعد كده قبل ما تحط البيضه شوفي ان كان في ملح كتير ولا لا، عشان لو محتاج ملح تحطيه، لان بعد كده اما تحط يكون البيضه فيه ما ينفعش. حطيت برضو كوبايه ميه، حطيت معلقتين كمان لان لقيتها تقيله شويه، عشان ما تبقاش تقيله زياده عن اللزوم اهوت. كده كده التقل بتاعي يعني حلو قوي، من لا خفيف ولا تقيل. معايا هنا برضو في الطبق التاني ده كوبايه دقيق واحده بس. ليه؟ عشان هوريكم بقى احلى طريقه هتعجبكم ان شاء الله. معايا شويه بابريكا برضو وشويه شطه، نفس اللي حطيته على المقادير الاولانيه. في شويه كمون، شويه كاري يعني بس مش كتير، نص معلقه صغيره خالص، نص المعلقه الصغيره مش الكبيره كمان. هتقلبي تقليبه حلوه، وبعد كده اهوت قلبيه تقليبه عشان البهارات ما يبقاش لها اي اثر خالص. شوفوا بقى هتاخدوا احلى قرنبيط هيعجبكم، يستاهل احلى ليك منكم. احنا دلوقتي هنحط شويه شبت وكزبره، لان كنت نسيت احطهم في الاول، بيدي طعم حلو قوي قوي الشبت والكزبره. بس ما تحطيش شبت وكزبره كتير، يعني عودين من ده وعودين من ده بكفايه يغنيكي يعني. وكده مش هنحط ربطه من دي وربطه من دي اهوت، عشان مش باين برضو مش
معلش حطينا شويه كمان، يعني بناتي بيبقوا يحبوا يساعدوني. طريقه حلوه قوي، وان شاء الله تحسي ان انت مش عامله قرنبيط، هتحسي ان انت عامله فراخ. دلوقتي هو خلاص برد، القرنبيط برد، ما تحطوش وهو سخن اهوت. انا سبته لما يبرد خالص، وبعد كده هنحطه في التتبيله الجميله ديت، وهتعجبكم باذن الله. في ناس بتعمله ببيض صافي بس ومعلقتين دقيق، ما بيبقاش يعني البيض دلوقتي غالي وكل حاجه قعدت غاليه، فالطريقه دي ان شاء الله يعني مش هتبقى مكلفه ليك ان شاء الله. هطلعه برده واقوم حاطاه في الدقيق. بعد كده هتقلبيه تقليبه حلوه كده في الدقيق، وبعد كده هتبقى الطبق التاني هنرجعها فيه تاني زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي حاطه الزيت يسخن على النار، عشان هو بحب يعني ايه ما تسخنيش الزيت زياده عن اللزوم، عشان برضو ايه ما يتحرقش معاك اول ما تحطيه، لازم تهدي عليه النار. بسم الله ما شاء الله، الطريقه جميله قوي قوي. هتقلبيه شويه كمان، وبالشوكه لازم تنزلي الفضلات اللي ايه اللي بتبقى اللي في القرنبيط، ورده القرنبيط. شوف اهوت، هنحطه بقى. الزيت لازم يكون سخن زي ما قلت لك، عشان اهو شو، لا هو لسه ما سخنش، عاوز برضو يسخن شويه عشان ما ينفعش. دلوقتي هو سخن اهوت، بس بطريقه حلوه ان شاء الله. هنعمل كمان واحده معاكم اهوت، عشان برضو اللي ما بتعرفش تعمل، البنات الحلوين لسه مبتدئين، اهم حاجه عندنا ان هم يتعلموا كل حاجه عشان يبقوا ستات بيوت شاطرين ان شاء الله. هترجعيها تاني بتحس ان بيبقى مقرمش زي الفراخ اللي انت عاملاها، يعني بتبقى جميله قوي قوي كنتاجي. يعني اللي شوفه ما بقولش ده هو قرنبيط على فكره اهوت. هنسيبه بقى، بعد كده هكمل الباقي وارجع لكم تاني ان شاء الله. اهوت انا حطيته احمر معانا ازاي، بس كنت مهديه عليه شويه برضو اهوت. تقلبيه، وبعد كده هنسيبه كده مع نفسه شويه لغايه ما يحمر، وهرجع تاني اطلعه لكم واوريه لكم احلى قرنبيط. كده احمر والحمد لله. معايا طبق فيه شويه بقدونس على شبت من اللي كانوا فاضلين من اللي احنا كنا عاملينهم، هتحطها عليها. بسم الله ما شاء الله، الطريقه بتبقى جميله. شوفوا عامل ازاي، ولونه جميل قوي قوي قوي، هيعجبكم ان شاء الله. هنطلع كل ده بقى، وهكمل الكميه كلها وهرجع تاني. شوفوا مقرمش ازاي بصراحه، يعني في قرمشه حلوه قوي قوي بصراحه. خلصنا الكميه كلها، وطبعا الفيديو جميل، وان شاء الله يستاهل منكم لايك والاشتراك، واللي ما يخشش على الصفحه يخش، لان بصراحه هتتفرجوا على احلى حاجات بعملها. شوفوا القلب بتاعه عامل ازاي، ريحته جميله قوي. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.